يا صباح الورد، ايه اللي بيحصل ده بجد؟ خليني اقول لحضراتكم ان انا عامل اللايف ده مخصوص النهارده عشان موقف استفزني وانا رايح الشغل. الحقيقه النهارده يعني قلت اما اسمع الراديو شويه في العربيه وانا رايح الشغل واشوف الاخبار. والحقيقه انا مش دايما يعني بسمع الكاسيت عندي في العربيه او بفتحه، يعني صراحه مش بحب اسمع اغاني ولا الا لما بفتح الكاسيت بيبقى فقط عشان اسمع الاخبار، اعرف حاجه معينه يعني. ولكن النهارده قلت من باب الفضول في ممكن كام حدث يحصل، فقلت اما اتابع الاخبار وانا رايح الشغل النهارده. لقيت احد القنوات الاذاعيه فيها 2 من الزملاء المبجلين، مذيع ومذيعه، بيقدموا برنامج معين، بيتكلموا في موضوع معين، خلاني كده اشك ان اللي الواحد درسه طوال الفترة اللي فاتت دي اعلام، وان اللي اشتغلوا الواحد على مدار 15 سنة اعلام. هو ده اعلام يا جماعة؟ تخيلوا لما يكون موضوع الحلقة ايه اول لعبة انت جبتها في حياتك وحبيتها، وتيجي تقول للمذيع اللي جنبها ايه يا حبي، لا ده الموزة مش عارف بطريقة لا ترتقي ان 2 يتكلموا وهم قاعدين على المصطبة بالطريقة دي. يعني مثلا تلاقي 2 صحاب قوي 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 يجي يتكلموا بينهم وبين بعض، بس يلا بس يا مش عارف ايه، بس لما يجوا قدام الناس او حد داخل عليهم اعرفك الاستاذ فلان والاستاذ فلان ويتكلموا بطريقة محترمة. يعني مثلا انا في يوم من الايام كنت لسه شغال اعلامي جديد يعني، فوالدي بيسالني النهارده، قلت له الحد عايز اقول لكم مش عارف، زعل مني قال لي ازاي اعلامي ويقول الحد، اسمها الاحد، ومن وقتها والله ما بقول غير الاحد. فما بالك 2 طالعين في احد القنوات الاذاعيه المشهوره وبيتكلموا بطريقه اقسم بعزه جلال الله لا ترتقي ب2 قاعدين على مصطبه. يجوا مثلا يقدموا اغنيه، فتيجي المذيعه تقطع الاغنيه تقول معلش يا جماعه انا قطعت الاغنيه عشان شريف صاحبي حبيبي جه من باريس، فعايز اقول له النهارده الحمد لله على السلامه، ولولا ان احنا في الاغنيه كنت ضربت له مدافع، وحبي يا شريف وهشوفك يا مز السنين. هو فين رئيس القناه؟ فين المسؤولين معلش في هذه القنوات الاذاعيه بالشكل ده؟ ده احنا دايما نقول ان اساتذتنا، معلش اللايف بيقطع، فعايز اقول لحضراتكم دايما بنقول ان اساتذتنا اللي احنا بنتعلم منهم هم الاعلاميين اللي في الاذاعه، مخارج الفاظ، لغه عربيه. انا اسف يا جماعه والله على الطريق، فبس اللايف بيقطع، والحقيقه يعني اللي خلاني اطلع اللايف وانا سايق على الطريق كم الاستفزاز اللي انا شفته النهارده في الحلقه الاذاعيه ديت في احد البرامج على احد القنوات الاذاعيه في الراديو. فبقول لحضراتكم دايما نقول ان مذيعي الاذاعه دول هم القدوه بتاعتنا، لان دايما مذيع الاذاعه المفروض بيمتلك قدرات اقوى من مذيع التلفزيون. يعني مثلا مذيع التلفزيون عنده حاجات كتير جدا ممكن يوصل بيها الرساله للمشاهد، مش بس صوته، لا كمان انت شايفه فالفيس لانجوج والبادي لانجوج ده بيساعده في توصيل الرساله. لكن مذيع الاذاعه بيعتمد فقط على صوته في توصيل الرساله للمستمع، ومش اي حد الحقيقه يبقى مذيع اذاعه، لان لازم يكون عنده قدرات خاصه كده في الصوت زي ما بيقولوا. فبالتالي لقيت المحتوى لا يمت او لا يرتقي انه يتناقش اصلا على احد القنوات الاذاعيه الكبيره. الاداء ما بين المذيع والمذيعه لا يرتقي ان يكون دول 2 اعلاميين يطلعوا يقدموا محتوى للمشاهد. ده احنا بنعيب على السوشيال ميديا والتيك توك والاشكال معلش انا اسف في اللفظ، الاشكال الضاله اللي بتعمل ممارسات غير اخلاقيه وممارسات مش كويسه. لا للاسف في بعض القنوات الاعلاميه وبعض المنصات الاذاعيه في الراديو بيقدموا محتوى اهيف من اللي بيقدم على السوشيال ميديا. لما تلاقي المذيعه طول الحلقه عماله تتكلم على طفولتها، وكنت مع بابي في جنينه الحيوانات، وكنت بتصور دايما مع الفيل، واخده الحلقه كلها انها بتحكي مغامراتها كانت بتعمل ايه مع الفيل وسيد قشطه، وباباها جاب لها ب 20 جنيه فينو عشان تزغط بيهم البطه. والله العظيم ما بكذب، ده اللي حصل، والله ما ببالغ، ده اللي حصل دلوقتي من شويه وانا بسمع الراديو عشان خاطر قلت اسمع اخبار، ما لحقتش اطلع على الاخبار الصبح. يعني انا من عادتي بصحى الصبح بطلع على الاخبار، بشوف المواقع، لو في اخبار من المصادر براجعها، ده طبيعه شغلي. فالنهارده ما لحقتش، صحيت كده متاخر شويه لان كنت نايم متاخر، فقلت اما اسمع الراديو اشوف الاخبار ايه.
فلقيت اول ما عليت الراديو جول الاتنين دول الزملاء المبجلين بيتكلموا في موضوعات والله خلتني استفز لدرجه ان انا طلعت لايف وانا سايق، ما قدرتش اكمل لما اوصل واقول لكم اللي بيحصل ده. ايه اللي بيحصل ده بجد؟ يعني راي حضراتكم ايه في اللي بيبث على بعض القنوات الاذاعيه على الراديو؟ هل ده يصح ان يتم مناقشته على منصه اذاعيه حكوميه او حتى خاصه؟ هل وصلنا للدرجه ان المفروض المذيع والمذيعه دول قدوه للمشاهد وقدوه للمستمع في الفاظهم وفي طريقه كلامهم وفي الاخبار اللي بيقدموها وفي الرساله اللي بيوصلوها؟ وصل بهم الامر ان هم يتدنوا بالمستوى في التعامل قدام الملأ كله بهذا الشكل، وتقول له اسكت بقى عشان خاطر ما نكدش عليك على الهوا. بتقول لزميلها كده، لا انت كده هتزعلني واغزك. وتلاقي الكلمات اللي هي لا ترتقي اكثر من المذيعه عن المذيع، والتاني يا عيني عشان يواكب الموضوع ويقال عليه ان خفيف الدم زي ما هي بتحاول انها تخف دمها فبيحاول يجاريها ببعض الالفاظ اللي هي مش يعني لا ترتقي انها تطلع على احد المنصات الاعلاميه بهذا الشكل. هل وصلنا لهذا الامر من الهيافه؟ برضو كنت من فتره بسمع احد المحطات الاذاعيه المشهوره والمعروفه يقول السؤال الحلقه لو انت شفت الاكس بتاعك ولا انت شفت الاكس بتاعتك هتعمل معاها ايه وكانت معاك خطيبتك؟ يعني تعتقد ايه اللي هيتعمل؟ يعني ده موضوع سبته الدنيا كلها والاحداث والاخبار اللي المواطن متعطش ان يسمعها، مفيش اي موضوع يرتقي تعرف تناقشه؟ مفيش اي موضوع. يعني وصلتوا للمرحله ان خلاص خلصت المواضيع اللي انتوا ممكن تتكلموا فيها. يعني انا بناشد كل زمايلي الاعلاميين المحترمين، بناشد الشباب الاعلاميين اللي زي العبد لله اللي ربنا اتاح لهم ان هم يكونوا صوت في احد المنابر الاعلاميه، اتكلموا عن مواضيع هادفه. حتى لو رئيس التحرير او رئيس القناه حب انك انت تتكلم في موضوع غير هادف وهايف، اتناقش معاه بكل تقدير وبكل احترام، واختاروا حتى المواضيع الاجتماعيه، مش لازم المواضيع الهايفه. اكلت البط ايه النهارده، واول لعبه انت جبتها ايه، ومراتك عملت معاه ايه يا جماعه الاسلوب ده وايه الطريقه دي وايه بجد يعني الوضع اللي احنا وصلنا له ده؟ يعني قدموا حاجه مفيده للناس، قدموا حاجه فعلا تقول ان دي رساله اعلاميه. يعني اقل في مواضيع اجتماعيه كتيره جدا جدا، في مواضيع تثقيفيه كتيره جدا 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 جدا، في مليون موضوع يكون لايت ويكون خفيف ويجذب المشاهد ويخليك كمان تنبسط وانت بتسمعه، بس راقي، بس محترم، بس في رساله، بس بينص على الدور الاعلامي المحترم فعلا. يعني حاجات بجد والله العظيم انا مستاء جدا 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 ان انا بسمعها على احد المنصات الاعلاميه المعروفه والمفروض تابعه للدوله المصريه او الاذاعه المصريه. فانا حبيت بس اقول لحضراتكم هذا الامر ومش هطول عليكم، وافيدوني يعني راي حضراتكم ايه في الكلام اللي انا قلته، وراي حضراتكم ايه في المواضيع اللي بتناقش على بعض المنصات الاعلاميه بالطريقه اللي هي مش لطيفه دي بجد. يعني الواحد بيسعى ان اول يوم قرر ان هو يبقى فيه اعلامي ان يفيد الناس، ان يتكلم في مواضيع تبقى ذو صله. لما تقعد حضرتك تتفرج عليا ساعه كامله عشان خاطر تسمعني، فانا مش عايز اضيع وقت حضرتك وفي الاخر تقول انا استفدت ايه. لا، انا عايز حضرتك لما تسمعني او سواء في الاذاعه او تتفرج عليا في التلفزيون تقول والله الله يبارك له الاعلام الفلاني ده جاب حاجه معينه. ابسط ما فيها يا اخي وقول اخبار. يعني المواضيع مش بالدرجه دي يعني. ربنا يصلح حالنا جميعا. انا اسف للاطاله، لكن والله بجد الموضوع يستفزني، وانا مش من عادتي ان انا اطلع لايف والله وانا سايق. بحترم جدا القوانين والقواعد، ولكن الموضوع بجد استفزني لما الاقي طريقه بهذه الهيافه وبهذا التسطيح مقدم من 2 اذاعيين في احد القنوات الاذاعيه الكبيره جدا جدا، لا موضوع كويس ولا اسلوب يرتقي ولا اداء كويس ولا تعامل ما بين الزملاء على الهوا بطريقه يعني تؤكد ان دول 2 اعلاميين. ده احنا معلش اقول لحضراتكم ايه، القعده بتاعت الهوا درسناها، الكلام، مخارج الالفاظ، البادي لانجوج درسينها. مذيع الاذاعه ده بيوصل الرساله بصوته فقط. احنا كاعلاميين مثلا على التلفزيون ولا مذيعين على التلفزيون عندنا الملكه الكبيره لان المشاهد بيشوفك وبيسمعك، لكن بتاع الاذاعه بتسمعه فقط، فبالتالي بيوصل الرساله عن طريق صوته فقط.
فالمفروض دول بيبقى القدوه بتوع حتى الاعلاميين بتوع التلفزيون، لكن اللي انا شفته لا قدوه ولا اعلام هادف ولا اي رساله ولا اي حاجه. والله بجد يعني انا اسف، يعني ممكن زملاء كتير على فكره يزعلوا مني في هذا الامر، لكن اكيد هم متفقين كده في قرارات نفسهم ان يعني بعض الممارسات الموجوده حاليا في تقديم رساله اعلاميه على منصات الاذاعه المصريه او عفوا الاذاعه يعني في الراديو او على التلفزيون بشكل عام سواء حكومي او خاص لا يرتقي انه يقدم للمشاهد. ده وجهه نظر ووجهه نظر ناس كتيره جدا جدا. ما ينفعش نعيب على نشطاء السوشيال ميديا واللي يقول لك ده انا يوتيوبر وانا بلوجر، وفي نفس الوقت اصلا الاعلاميين نفس او بعض الاعلاميين نفسهم بيقدموا رساله اهيف مما تقدم على السوشيال ميديا. من الحاجات التانية على ذكر السوشيال ميديا، ما ينفعش انا كاعلامي او كمؤسسه اعلاميه استقي معلوماتي من السوشيال ميديا. امال انت وظيفه حضرتك ايه؟ يعني دورك ايه؟ بجد ده بيحصل والله. انا يعني عايز اقول لحضراتكم كبار البرامج على الفضائيات، كبار الاعلاميين مش بس في مصر، في الوطن العربي بيعتمدوا على اخبارهم والمحتوى اللي بيقدموه في برامجهم على اخبار السوشيال ميديا، على بعض الفيديوهات المنتشره والترندات على السوشيال ميديا. فهل ده يعقل؟ منين حضرتك بتنتقد بعض رواد السوشيال ميديا وفي نفس الوقت انت اصلا بتعتمد في شغلك على السوشيال ميديا؟ ربنا يصلح الحال. تحياتي وتقديري وصباحكم ورد وكل سنه وحضراتكم طيبين. السلام عليكم. منتظر رايكم يا جماعه، منتظر رايكم في الكلام اللي انا قلته، منتظر رايكم في بعض يعني البرامج على الراديو، اخبارها ايه، بتسمعها ازاي، ايه اللي بيستفزك. هل متفق معايا ان في بعض القنوات الاذاعيه على الراديو وبعض البرامج الاذاعيه لا تمت الصله بالاعلام وبتقدم محتوى غير اخلاقي بالمره او غير اعلامي بالمره؟ قولوا رايكم في التعليقات. يلا سلام عليكم.